السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جبت لكم بقى فيديو جديد من يوميات ماما تامر شانل. عملنا كيكة سهلة وسريعة تنفع الفطار مع كوباية شاي بلبن او للعشاء، وجبة كده خفيفة. بس قبل ما نشوف بقى الوصفة مش تنسوني في الاشتراك وتعملوا لايك للفيديو وتدعولي كده دعوة حلوة من قلبكم. وصفتنا النهاردة هتعجبك وهتعجب الولاد، وان شاء الله يكون حاجة خفيفة على قلبكم كده. ويلا نشوف الوصفة نعملها ازاي. جبت بقى هنا ايه نص كوباية زيت وكوبايتين دقيق وكوباية لبن كوباية ونص سكر ومعلقتين كاكاو محلى وثلاث بيضات ورشة فانيليا وكيس بيكنج باودر. تعال بقى نروح نجيب الخلاط ونضرب السوائل الاول مع بعضها. ده الثلاث بيضات هنحطهم الاول كده في الخلاط. هنضرب كل السوائل في الخلاط عشان ما تاخدش معانا وقت. لو انت ما عندك مضرب كهرباء او مضرب سلك ممكن تعملها، بس الخلاط يعني بينجز معايا اسرع واسهل. حطينا الثلاث بيضات ومعاهم كوبايه اللبن، وديت كوبايه ونص سكر. نحط كوبايه ونص سكر، لو مش عايزاها مسكره قوي ممكن تستكفي كوبايه واحده بس. ورشه الفانيليا، وهنحط بقى نص كوبايه زيت. نضربهم بقى كده في الخلاط. وبعدين هنجيب بولتين كده، هنفضي في كل بولة كوباية دقيق عشان احنا هنقسمها نصين. هنحط النص هنحطه بكاكاو او يعني نظام شوكولاتة كده، والنص التاني هيبقى ابيض عشان نعملها طبقات. او كيس البيكنج باودر برضو هنقسمه على كمية الدقيق كده. قسمناها اهوت. وبعدين بقى هنحط في بولة هنحط فيها معلقتين الكاكاو. ده كاكاو غامق ماشي، ما تجيبيش اللي هو الكاكاو الفاتح، خليكي في الغامق بيبقى احسن. هنقلب بقى كده الخليط سوا، يعني نخلط الكاكاو ونخلط البيكنج باودر في الدقيق والناحيتين كده يعني. هنجيب بقى السائل اللي احنا ضربناه في الخلاط هنقسمه برضو على نصين، نص على اللي هو فيه الكاكاو والنص اللي هو على الدقيق الابيض. بعد كده بقى هنجيب مضرب السلك ونخلط المكونات دي كده، نخليهم يتجانسوا مع بعضيهم يعني. اهم حاجه ان انتي ما تخليش فيه دقيق مش وصل له السائل، اخلطيه كويس قوي بايديكي. عندك مضرب برضو الكهرباء ممكن تعملي بيه، ما عندكيش اليد ده اسرع يعني. بعد ما خلطنا بقى الابيض هنخش بقى في اللي هو الكاكاو او الجزء اللي هو هيبقى بالشوكولاته يعني. كيك سهل وسريع، مش هياخد معاكي 5 دقايق. الكيك ده هياخد معايا قد ايه في الفرن؟ خد معايا من نص ساعه لساعه الا ربع في الفرن على درجه حراره 180. وبعدين هنحطه في شبكة البوتاجاز في النص، ما تحطوش في تحت عشان ما هيخليه ياخد سوا براحته يعني. فخليه في الشبكة اللي في النص. شايفين الخليط لازم يكون كده بالطريقة دي. جبت بقى جبت قالب الكيك دوت المضلع ده، انا هعمله النهاردة في القالب ده. هنعمل بقى طبقات. هنزل الاول بالطبقة البيضة، وبعدين الطبقة اللي هي بالشوكولاتة. شايفين الخليط ما شاء الله عامل ازاي؟ قلبيه كده. اهم حاجه انا حطيت دهنت القالب دوت سمنه، وبعدين رشيت عليه دقيق كده ونزلت كل الزياده اللي فيها عشان خاطر ايه ما الدقيق ما تحرقش منك في الفرن. اهم حاجه تنضفي الدقيق كويس قوي من القالب بعد ما تخليه دقيق يملى القالب بالشكل ده كده. هنحط طبقات لحد ما نخلص الكميه اللي معانا كلها. كده ننزل كل الطبقات، ونكون بقى طبعا الفرن سخن من قبل يعني. وانا بعمل كده كنت انا فتحت على خلاص الفرن لحد ما اخلص الطبقات كلها اللي معايا. دي بقى كانت اخر طبقه كده معايا اللي هي الشوكولاته بالشوكه بقى كده، ورحت جايه ايه خلطهم مع بعضهم كده، عملت تمويجه يعني في الكيك. هدخلها بقى الفرن.
بعد ما طلعت ما شاء الله، ورشيتها طبعا عليها سكر كده بودر اهو. بس شايفين ما شاء الله، كيك هيعجبكم، كيك سهل وسريع مش خد اي وقت معانا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل اشعار فيديو انا بنزله.